بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جماعة، جربنا هذا موسم اللاكتيك القهوة، حمض اللاكتيك، مخمر اللاكتيك مع مخمر الحليب مع مخمر القهوة، نتج مسمى حمض لاكتيك ممزوج بالقهوة. طبعا القهوة أنا كنت مشتري 4 كيلو من قبل قهوة، وحاط معاها هيل وقرنفل وجوز الطيب، جي حبة كذاك جوز طيب وحبة سودا وورد قوري كذاك أحمر ورق، كله قلنا طحناه مع القهوة، قهوة سيلانية سريلانكا. المهم خمرناه مع كمية حوالي 5 ملاعق 6 ملاعق، حطيناه في المسمى، خمرناها مع السكر، مع الماء والسكر لمدة 12 ساعة كذاك في جو دافي حار شوية برا. ثم صبيناه في الحليب، والحليب خمرناه من المغرب إلى الصباح، وثم بعدين كملنا إلين الساعة 1 2 عرضنا للشمس وخرج اللاكتيك، وتركناه للساعة 4 وصار اللاكتيك متخمر وخرج كامل وروع، طلع لونه باللون الأصفر كذاك. المهم جربناه هذا المخمر، هذا اللاكتيك، هذا حمض اللاكتيك اللي استخرج فيه أيضا مسمى هذا القهوة، وجدنا له تأثير لاحظت أن يعطيك راحة وتلقاه فرحان، حاجة غريبة بعدين الدماغ اللي تأثير في وسط الدماغ، مش تأثير تاج أو تأثير، لا، تأثير جاي يختلف، هو وسط الدماغ بالضبط. هذا تأثير لاحظته ومستمر كذاك. قلنا نشوف باسمه بنستمر 2 3 أيام، لكن العقل الدماغ آخر شيء يتعود عليه، لازم تتوقف في المدرجة. هذا بس حبيت أخبركم عن تجربتي في القهوة، اللاكتيك القهوة. وصلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. وبخصوص الحمض لا تستخدموا هذا الحمض اللاكتيك بكثرة، لأن يمكن له تأثير سلبي إذا تدخل كل يوم، لابد يصير له تأثير سلبي على المعدة، على هذا وعلى الدم. توقف 3 أيام استخدمه، بعدين 4 أيام 7 أيام توقف عنه أسبوع، وإذا بتعود مرة ثانية، لأن حمض لاكتيك يسوي حموضة في الدم، يسحب الأكسجين عندك أو شيء، ومشكلة يسوي لك. ولا بد أن يكون الحمض اللاكتيك لا تكون حامض واجد، لا تدعي حامض واجد، إلا إذا كان عندك سكري أو شيء وتريد تخلص من السكر كامل، لابد يكون حامض عاد واجد، ترك برا مدة أطول ويصير حامض شديد. هذا أصحاب السكري عندهم سكر، وهذا ما عندك سكر وهذا يكون عندك توقفت عندي الكاميرا شوية بسبب الذاكرة فل. بخصوص المسمى إذا ما عندك السكر لا تستخدم حمض واجد، خاصة إذا كان معدتك أنت مثل واحد شباب وشيء وحمضتك المعدة قوية ما تهضم، ما لا تستخدم حمض اللاكتيك كثرة وحامض، لا تدي حامض، لأن بيأثر حامض مع حمض المعدة يصير دبل حامض دبل، يصير خطورة، بيرتفع الحموضة داخل دمك ويسحب الأكسجين، وإذا سحب الأكسجين يمكن يسوي لك مشكلة واجد، لأن الدماغ يحتاج أكسجين، وخطورة وتستخدمه عدة أيام، بس 3 أيام 4 أيام 5 أسبوع، وبعد توقف عنه
أسبوع، وعاودني مرة أسبوع إذا تحب المسلمة تستخدم هذا. والفوائد يعني صحية بشكل رهيب هذا الحمد لله كتير، خاصة إذا عاد يكون في مستخلص فاكهة معينة أو عشبة أو هذا النوع، يصير الفايدة واجد صحيا يعني، تأثير حق كل شيء يعني. وصلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ما قلنا لكم يعني هذه صار لها تأثير هذا المخمر المسلم اللاكتيك القهوة، أو الحمض اللاكتيك الحليب والقهوة، على شاكرة الدماغ، لكن وسط الدماغ، شاكرة اللي وسط الدماغ، مش شاكرة تاقول اللي فوق الراس كذا يطلع يختلف يعني. هذا اللي أحطه يعني. واللي فوايد يعطيك يعني راحة نفسية ونشاط وكذا شيء يعني غريب، شعور غريب يعني. ما قلنا لكم لا تستخدموا واجد، هذه ما تعرف يعني ايش سلبياته بالضبط بعدين، ولا هو يعطيك راحة كأنك يعني شارب دلة قهوة بحوالي، بس انت شارب 4 فنجان، بس تشرب 4 فنجان من الحمد لله كتير، وتأثيره قوي جدا يعني. وصلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ما يطول. الحمد لله رب العالمين.